الحمد لله خلصنا، نصبنا الخيمة كلها وعملنا المرتبة والمخدات. مش عارف تحسوا ان اتنين في الأوضة، مش عارف انا اللي عاملها كده. أوضتي كمان اتنين في الخيمة. والبتاع بقى الفخ بتاع الناموس هم واخدين ايه، نتحمم بالعطر. الحمد لله بكسب من شغلي كويس جدا، وان اعيش حياه مرتاحه انا ومراتي وعيالي ان شاء الله يعني لحد ما نموت، لو كملنا بنفس الطريقه دي. لكن يعني انا الموضوع ده بالعكس انا هصرف على الموضوع، يعني انا هصرف على المحتوى وعلى الحاجات دي عشان يوصل للناس، عشان اموله وكده، يعني مش هو اللي هيجيب لي عائد. لا بالعكس انا اللي هصرف عليه، عشان زي ما قلت لكم انا عايز اغير في الناس الاحسن، وعايز ناس تستفيد من تجارب عشتها. الاكل نزل، انا بحب البولتي عن البوري، والبوري مش حلو واي حد عايز يعاركني بعيدا عن حجم البولتيه دي مش عارف مين اللي هياكلها، بس ماشي. بس هو البولتي هروح اجيب الجرافزات من العربيه وبعدين اشوف الوكل ده بيقول ايه. طيب افتكرت ان الجرافزات في الطابلو، وانا مش هعرف افعل الطابلو ده زي ما قلت لكم قبل كده. في صوره يعني دي انا كانت خطيبتي، مش عارف اقول عليها ايه. مش هنطلع. وبعدين اصلا الجرافزات دي نوعيه في اسكندريه. السمك زي دي بالظبط. شوف بقى الدنيا بقى لما ايه كنا جايبينها مع بعض على السمك زي دي بالظبط. بس فايه فلا خلاص بعد في البيت بقى ولو غسلها اسف وشوية واحزان. الحاجات دي بتقول ايه؟ كان في وقت والله العظيم كان بالنسبه لي يا رب المجتمع كله يولع، المهم الواحد يعمل الصح وخلاص. و... واي حد تاني ايه اللي عايز يعمل حاجه بقى، اللي عايز يعمل ذنب، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. انا مش هتحاسب على حد. يمكن من خلال الفيديوهات دي نقدر نوصل ناس كتير، ف... فنقدر نغير بقى حاجات كتير وحشه علشان تبقى العقليات متساويه، لان بحس الجيل بتاعنا ده شويه تافه وكل حاجه يعني رقص اغاني. لا ده تعالوا نحضر حفله مش عارف مين، تعالوا ما نروح ايه. انا ما بحبش الحاجات دي. لا انا احب لما نقعد نتكلم، يا اما نتكلم في بيزنس، يا نتكلم في تمرين، يا اما نتكلم في جواز، نتكلم في علاقات، في حاجات تطورنا، او نهزر او نعمل وكده برضو يعني فاهم. بس ما يبقاش كل الكلام تافه. ايه يا اسطى ده، شوف ده انا بعت ستريك، يا اسطى ده انا شقط البيت، يا اسطى ده انا عملت مش ايه جامد في ده، يعني ايه اللي مش فاهم. فانا عشان كده ما بحبش الجيل بتاعنا ده، وانا كان نفسي اصلا اعيش في السبعينات. انا ايه اللي خلاني اعمل محتوى؟ انا كان ممكن اعمل محتوى من زمان. انا عامه انا بحب السفر وبسافر وبحب التجارب الجديده من زمان وكده، بس انا ما بحبش الشهره. لسه في الفيوم، وبعدين اكتشفت المكان برضو الجامد ده، هادي قوي. جوه بقى البحيرة نقعد عليها، وفي اعتقد خيم. شفت الصور لسه داخل المكان اهو. دخلت بس اديت للراجل الفلوس، وبعدين كنت بقى اجيب العربية، بس لسه ما دخلتش جوه على عند البحيرة. فايتنا احنا شوية بحيرة. واشوف بقى لو في بيبقى في برضه الصبح هنا فطير وكلام من ده، وفي غدا. الأماكن دي بجد الفيوم طلعت وهم. دي مش قرية تونس اللي هي تونس اللي عارفينها، دي اسمها فيو تونس أو ايه، تونس فيو. مش عارف كاتبينها هنا بالعربي والإنجليزي. راجل منتهى الذوق الصراحة صاحب المكان. تقريبا مفيش حد هنا النهاردة الخميس. بيقول لي بيبقى الرحلات بتيجي بيبقى يوم الجمعة. بس أنا ممكن بكرة أروح وادي الحيتان، أعمل هناك تخييم برضه ونتصور مع النجوم والكلام من ده. لا بس فصلان بجد. وده النهار برضه الصور جميلة قوي. في هنا عاملين باب، مش عارف هما ليه بيقلدوا دهب هنا كده، او اللي واخدين اجواء دهب شوية، او يعني حتى العادات اللي هي العربي دي وكانت بره. وفي بيعملوا هنا فطار وغدا. وفي هنا هو مش عارف اليوم بكام، 500 تقريبا او حاجة ببلاش يعني يعتبر. البحر اهو، البحيرة بس هو عامل فيها بحر مش عارف ليه خيال والله العظيم. الخيام فين بقى؟ والله ممكن نجيب الخيمة بتاعتنا ونبات هنا النهاردة. يعني احنا حاجزين هناك في كيان، بس هو ايه، الواحد بيحب البدائية جدا. فاحنا والله ممكن نجيب الخيمة ونصوبها هنا، ولو حصل مد بقى يبقى احنا غرقنا، بس مش مشكلة يعني المكان يستاهل. طب والمراجع ده نخش لها ازاي؟ فين الخيم اللي هم حاطينها؟ اعتقد بتكلم عن دي. وكان في الصور لا بيبقى في خيم بقى هنا، او لو يا اما يعمل لنا واحدة يا اما اجيب الخيمة بتاعتي بقى ونمدد بقى ونتفرج على المكان. ده هيبقى بالنهار تحفة، لأن الناحية التانية في جبال، فهيبقى جميل أوي.
بس هروح اكل الاول. مش هاكل هنا، ممكن اجرب مطعم تاني وبعدين اجي هنا تاني هنصب الخيمه ونقعد نكمل اليوم خلص الفيديو هنا. بس الصبح بقى لان اعتقد الاضاءات بقى مش احسن حاجه، ممكن ندردش مع بعض شويه كده. سألت أهل البلد عن مطاعم حلوة هنا، وبعدين وصفوا لي حتة دي اسمها شكشوك، وقالوا لي على مطعم السمك ده فجاي أجربه. بس أهل فيهم طيبين أوي بجد، يعني أنا بجد مفيش حد، يعني سألت بتاع 5 لأن أنا كنت بعيد عن هنا، فقالوا لي جوه المطاعم مش أحسن حاجة، تعالى هنا هتلاقي مطاعم كويسة. كله بقى لا تعالى والله تيجي تغدى عندنا، لا تعالى اشرب معانا حاجة، طب والله تبيت معانا النهارده لأن بعرف من المنصورة بقى وكده، فلا بجد ناس طيبين أوي. أنا كنت أقعد هنا يومين والله وامشي، بس اولا البلد جميله جدا، وثانيا ناسها طيبين، فشكلنا كده هنطول. هنا النيل اهو، مش اي ميه بقى، الاول على نيل اهو كده، بحيره برضه مش عارف مش هتبقى باينه. بس الهوا جميل جدا، مش عارف اصلا ممكن تبص على النيل ولا لا علشان الهوا ده. انا اول مره اجي البلد هنا، بس ما اعرفش حاسس حنين كده، يمكن المكان ده عشان شبه راس البر شويه، فما اعرفش حاسس زي في ذكريات هنا. عموما انا هو كان مطعم اهو، بس انا لقيت القعده هنا حلوه قوي، فقلت لهم جيبوا لي الاكل هنا، فانا هقعد هنا بحيث ناكل على البحر. ممكن نقعد برضه على البحر هناك، بس اعتقد ان مش هيبقى الطف حاجه، فممكن نقعد هنا يبقى منها قربنا للبحر ومنها ما نغرقش برضه احنا بناكل. الاكل نزل، انا بحب البولتي عن البوري، والبوري مش حلو، واي حد عايز يعاركني عاركني. انا كنت يعني بعيدا عن حجم البولتي دي مش عارف مين اللي هياكلها، بس ماشي. بس هو البولتي يعني اروح اجيب الجرافزات من العربيه وبعدين اشوف الوكل ده بيقول ايه. طيب افتكرت ان الجرافزات في الطابلو، وانا مش هعرف افتح الطابلو لان زي ما كنت قايل لكم قبل كده في صوره يعني لي انا كانت خطيبتي، مش عارف اقول عليها ايه، فانا مش هقدر افتح. وبعدين اصلا الجرافزات دي احنا كنا جايبينها انا وهي في اسكندريه ناكل السمك زي دي بالظبط. شوف بقى يلا الدنيا بقى لما ايه كنا جايبينها مع بعض ناكل السمك زي دي بالظبط. بس فايه فلا خلاص الواحد ياكل بيض بقى ويقوم يغسلها اسف، وشويه احزان الحاجات دي بتقول ايه. قبل ما امشي قلت اما اصور بقى البتاع من تحت، جميله قوي. انا ما كنتش متخيل ان البحيره ممكن تبقى عامله كده، يعني انا قلت متخيل البحيره دي هتبقى حاجه يعني ايه ما تتحركش ثابته، او مش عارف، انا في الجغرافيا ما تلاقونيش. المهم الاكل الحمد لله كان حلو. طبعا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيسمى اي اكل، يعني اي اكل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بياكله. ولو بتبقى حاجه من الاكل ما نرميهاش وما نتحركش بقى نقول لا اصل لفها وكده. قلت له لو في حاجه من دي انت هتترمي لفها ان شاء الله يا رب، لو العيش او رز خده يا تديه لحد غلبان يا تكمله في البيت، لكن ان احنا نرمي اكل وكده عشان يبقى شكلنا حلو من الاتيكيت، لا ده مش لا ده مش من الاسلام يعني ان احنا نعمله. ودلوقتي يلا بقى نرجع تاني للمكان الحلو اللي كنا حجزنا فيه ده ونخيم نبات هناك للصبح وبعدين نشوف هنعمل ايه. كنا ناويين نعمل الخيمة ونقعد هنا، بس حصل المد اللي احنا قلنا عليه، الدنيا غرقت، فمش عارف بفكر بقى لسه في الحتة دي يعني ايه لسه ما وصلناهاش، فناخد الريسك كالعادة ونرجع نزعل واصحى الاقي نفسي غرقان واعملها هنا، ولا اعمل زي البشر والبني ادمين العاديين واعملها ورا مثلا هنا شويه ونبقى برضو كده شايفين لو عليها عايز اعملها في الميه اصلا. بقول لك ايه احنا هنعملها هنا هي يعني موتة ولا اكتر اهو. من خلال كمان البتاع حاسس ان بص بقى الملح فشخ هنا الرملة زي ناشفة اهي، شكلها يدي مبلول بس لا ناشفة حضر يعني. فطبعا الجو يجي على حظنا طبعا وغير مساره ده يبقى النيل ده يمشي كده، بس يعني مش مهم ايه اللي هيحصل يعني شوقي، موضوع بسيط.
وانا بدوس بالخيمه دلوقتي الهواء بجد شديد بطريقه مش طبيعيه. حضرتها سابتني ومشت طارت. لان هي خفيفه طبعا لان بشيلها معايا في الشنطه وكده. فطارت. لسه حطيت السرير دوبك، حطيت بس الغطا بتاعنا. مش عارف اخشها دلوقتي. انا حاسس انها هتقوم طايره بيا، وعايز اعملها قبل بقى ما يخش الناموس. لسه هنفرد دي طبعا تعمل بالهواء بالمنفاخ. فايه ربنا يستر. ايه انا جبت لها بتاع اللي هي دي عشان لو برضه ايه حصل معايا، بس متهيأليش لان فعلا معظم الحته دي ناشفه ودي عاليه شويه الحته دي. ف يعني نحاول نعملها كده نظبطها في وسط الرياح العاتيه دي. الناموس هنا ما يقلش عن ناموس دهب، فانا هروح اجيب البخاخ بتاع الناموس اللي ارش على جسمي، لان الموضوع بجد صعب قوي. يعني انا قعدت حتى اصطاد اشوف اللي في ثانيه قاموا داخلين جوه، مش عارف هيبان في الفيديو ولا ايه. هم حضراتهم نفخنا السرير، ووراها اجيب برضو المخده الهواء، لان نسيت اجيبها، ما جبتش الا دي. لان بحب انام على دي شويه وانام جوه دي شويه، عشان لو سقعت بنام هنا جوه الكيس، لكن لو حر او كده بنام على البتاع دي. وبس الغالب بقى نخش نحتمي من الناموس كمان شويه واحنا بنعمل الفيديو. الحمد لله خلصنا، نصبنا الخيمه كلها وعملنا المرتبه والمخدات. مش عارف تحسوا ان 2 في الاوضه، مش عارف انا ليه اعملها كده. اوضتي كمان 2 في الخيمه. والبتاع بقى البخاخ بتاع الناموس نقوم واخدين ايه، نتحمم بالعطر شويه حلوين كده. بعدين نيجي ايه جنب الناموس. راح فين؟ اهي تقول لها ايه مش عايزه تاخدي شفطه؟ مفيش، ما بيجيش ناحيتها. ما تفهمش بقى البتاع ده بجد خطير. مش عارف ده مغربي باين ولا، بس حلو قوي. ريحته نعناع شويه بس خطير. فبنتي ما نفسكيش خدي لك شويه دم اهو كتير. لا انتوا كائنات بضاعه. بس ادي الخيمه، وعملت الكرسي اقعد شويه بس لحد ما انام. اتناول قدح من القهوه، مش قهوه الحقيقه شاي، بس ماشي. نقعد هنا على البحر شويه. يا سلام. مش كده ولا ايه؟ انا ابيض مش عارف بس انت ازاي البتاع دي مجهده. كنت معايا البتاع اللي هو الكهرباء، منفخ الكهرباء، بس العربيه مش عارف ادخلها هنا لان بصوا رصيف، فنفخته بتاع يدوي مش بوقي اكيد يعني. نفخته اللي هو المنفخ يدوي، بس برضه متعب. وبص بقى الناموس عامل من وشي، مش عارف اشمعنى اليمين. انا بقى البتاع ده مكتوب عليه الجسم، مش عارف الوش ولا ايه، بس ما يعني ما اعرفش. احب اجربه الوش يقول عشان ما احطوش على الوش بيولع. لا انا بس جو تحفه بجد. طيب بعد ما خلصنا كل حاجه، انا ايه اللي خلاني اعمل محتوى؟ انا كان ممكن اعمل محتوى من زمان. انا عامه انا بحب السفر وبسافر وبحب تجارب جديده من زمان وكده. بس انا ما بحبش الشهره. يعني يمكن زمان كنت بحبها شويه، ممكن 5 سنين مش من زمان قوي يعني. كنت بقى كان في وقت كنت عايز ابقى مشهور او لما اعمل بيزنس او كده ينجح والناس تبقى عارفاني. لكن مؤخرا بقيت افضل ان انا اشتغل شغل يجيب فلوس كتير، بس مش عايز شهره. انا يعني بصيت لسلبياتها وكده، ويعني انا بحب الشهره في الدنيا. بس اللي خلاني فكرت اعمل محتوى، اولا لما بتكلم مع ناس او كده في حاجات بتبقى بالنسبه لي اللي هي حاجات عاديه وسهله، بس بلاقي يعني خصوصا الناس اللي من اصحابي اللي من سني او قرايبي حتى بيستفيدوا من الكلام جدا. بيجوا يسالوني حاجات بحس ان هي يعني المفروض بقى الناس كلها عارفاها او كده، بس بلاقي لا، انا اولا بيرتاحوا وثانيا في حاجات بيستفيدوا منها. فقلت اطلع اقول الكلام ده يمكن حد تاني يستفيد. وتاني حاجه علشان انا بحب انصح الناس وبحب اغيرهم للاحسن، بس يعني من خلال المحتوى نوصل للناس اكتر وافيد ناس اكتر. وفي حاجات انا ببقى نفسي تتغير في المجتمع جدا. لو قعدت اغير يا عم في المجتمع اللي حواليا اللي هم 10 15 50 واحد، يبقى انا ما غيرش اي حاجه في المجتمع. لكن يمكن من خلال الفيديوهات دي نقدر نوصل ناس كتير، فنقدر نغير بقى حاجات كتير وحشه في المجتمع. لكن في وقت والله ذكر بالنسبه لي يا رب المجتمع كله يولع.
المهم الواحد يعمل الصح وخلاص. واي حد تاني ايه اللي عايز يعمل حاجه بقى، اللي عايز يعمل ذنب، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. انا مش هتحاسب على حد. بعدين ده كان في وقت انا كنت غضبان فيه شويه، او اللي هو مش على طبيعتي. انا عامه زمان كنت طيب قوي وكنت بحب الناس قوي، بس لما بشوف حاجات كتير وحشه من الناس فكده يعني ايه، يمكن الواحد ما عادش زي زمان. بس اهو عايزين برضه لسه فينا عايزين نفيد الناس، ومش عايز يعني الحمد لله بكسب من شغلي كويس جدا، وان اعيش حياه مرتاحه انا ومراتي وعيالي ان شاء الله يعني لحد ما نموت، لو كملنا بنفس الطريقه دي. لكن يعني انا الموضوع ده بالعكس انا هصرف على الموضوع، يعني انا هصرف على المحتوى وعلى الحاجات دي عشان يوصل للناس، عشان اموله وكده، يعني مش هو اللي هيجيب لي عائد. لا بالعكس انا اللي هصرف عليه، عشان زي ما قلت لكم انا عايز اغير في الناس الاحسن، وعايز ناس تستفيد من تجارب عشتها، حاجات انا يعني. لا انا شغال من وانا صغير، شغال من ابتدائي، شغال في الصيدليه مع مامتي وكده، وبعدين انا يعني الواحد ايه مر تجارب كتير قوي. ف يعني انا حتى صحاب انا ما بحبش، يعني ليا اصحاب طبعا من سني وكده، بس انا دايما احب الصحاب يعني صحاب مثلا من 40 سنه وطالع، علشان تبقى العقليات متساويه، لان بحس الجيل بتاعنا ده شويه تافه وكل حاجه يعني رقص اغاني، لا ده تعالوا نحضر حفله مش عارف مين، تعالوا ما نروح ايه. انا ما بحبش الحاجات دي. لا انا احب لما نقعد نتكلم، يا اما نتكلم في بيزنس، يا نتكلم في تمرين، يا اما نتكلم في جواز، نتكلم في علاقات، في حاجات تطورنا، او نهزر او نعمل وكده برضو يعني فاهم، بس ما يبقاش كل الكلام تافه. ايه يا اسطى ده، شوف ده انا بعت ستريك، يا اسطى ده انا شقطت البيت، يا اسطى ده انا عملت مش ايه جامد في ده، يعني ايه اللي مش فاهم. فانا عشان كده ما بحبش الجيل بتاعنا ده، وانا كان نفسي اصلا اعيش في السبعينات، بس بما ان الواحد مش عايش في الايام دي، او يمكن قبل السبعينات كمان والله. فعشان كده ليا اصحاب من سني وكده، بس اللي هو بالخروجات اللي هي العاديه، لو اروح بلاي ستيشن، خروجات مثلا اللي هي على قد كده. لكن اولا السفر انا بحب السفر لوحدي اكتر، السفر مع اصحابي برضه احيانا، بس احب السفر لوحدي اكتر، لان ببقى حر بعمل حاجات انا بحبها. يعني في حاجات زي كده هيقول لك يا عم ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده ما فيهوش حد، ده مكان هادي، تخييم ايه يا عم، خيمه ايه، عايزين ننام جوه في الفندق ولا في الكامب. لا انا احب انا الاجواء دي واحب اعيشها، فمش عايز حد بقى ايه يبقى قاعد لا هو متقدر معايا ولا انا ابقى متقدر معاه. حتى كنت في اسوان من كام سنه، فكنا في اللي هي الكروز، وبعدين حصل كان في حفله في الدور الثاني، الشباب كلهم بقى نزلوا والبنات ورقص واختلاط والكيكه اللي انتوا عارفينها دي. انا ما بحبش الحاجات دي من زمان، يمكن انا في الوقت ده ما كنتش احسن حاجه برضو يعني في القرب من ربنا، بس يعني سبحان الله الفطره انا ما بحبش الحاجات دي. فقمت سايبهم وطلعت قعدت انا في الدور الاخير، قمت نايم على الشازلونج ومني للنجوم والبحر، وكان نيل طبعا قصدي بتاع اسوان وبس، ومش عايز اسمع اي حاجه بقى، لا الاغاني اللي تحت الدوشه دي ولا الرقص ولا الكلام ده خالص، ولا يشدني. مع ان اصلا المركبه كان كلها يعني احنا كان حصل موقف كده، كنا 7 شباب والبقيه المركب كله بنات، كنا طلعناها مع الوزاره، بس حصل دروب كده فما قدروش يخلونا في المركب بتاع الشباب. كان في 7 بس من كليتنا هم اللي طالعين، فودوهم بقى ايه على المركب بتاع البنات ده. فبالنسبه لاي شاب بقى يلا يا عم، ده انت متخيل 7 شباب والسفينه كلها بنات وفي حفله ورقص بقى وشط. انا بتقرف من الحاجات دي عامه، ورحت قضيت الناموس ايه وقضيت احسن اسبوع، ومن غير بقى لا يعني. كان في الاول في كام بنت كانوا عايزين يتعرفوا علينا، ارش على وشي يعني انا مش عارف اعمل فيك ايه، بس اتقفلت منهم. كنت طالع انا وابن خالتي اتقفلنا منهم، ولان احنا ما بنحبش الحاجات دي. وكان بالنسبه لي ان انا اروح اتصور في المعابد، اتفرج على سوق اسوان، رحنا اسوان والاقصر طبعا. ف فما حبيتش انا الحاجات دي، فانا من زمان انا ما بحبش الحاجات دي، ويمكن مؤخرا اكتر. اولا عشان ربنا عشان حرام، وثانيا يعني ما بجدش فيها اي سعاده، يعني جو الرقص والاغاني والافراح والحاجات دي ابدا. هتلاقيني والله قاعد مش طايق نفسي. فالمعظم مثلا من الصحاب او كده اللي هو انت يا اسطى دمك تقيل ليه؟ ما تقوم يا عم، هو ايه يعني اللي هيحصل لما نقوم نرقص شويه ولا نقعد نسمع شويه اغاني؟ والله انت اللي دمك تقيل يعني. ما بقاش انا حتى بقيت مؤخرا، يعني كنت الاول بقعد يا جدعان بقى واخدها بهزار وكده، لا مؤخرا ممكن اقوم اتخانق معاه اتعصب عليه، يعني اللي هو يا عم يعني عايز تعمل انت ابعد عني. ففي ناس بتبقى اللي هم غصب عننا مع اصحابنا، او غصب عننا مثلا قرايب او كده، فاللي هو الواحد مش عارف يخسرهم. لكن طبعا لو اللي هم الناس هم كل اللي بيعملوه غلط، لا بالنسبه لي اخسرهم عادي سهل. لكن دول اللي هم بيبقوا قرايب فيهم حاجات حلوه وفيهم حاجات وحشه، في بعض الحاجات بيبقى فيها الحاجات دي، فببعد من نفسي. ولا بقول لحد يا جدعان، يعني انا اللي بلاقيه عايز يسمع النصيحه بنصحه طبعا،
واللي بلاقيه بقى هو يا عم بقى دماغنا، انت هتاخد دماغنا ليه؟ بقوم سايبه يا عم، خليه خلاص انا بس سيبني برضه، ما تجيش انت تقعد تقول لي تعالى ما نقوم نرقص وتعالى ما نغني، طب تعالى ما نروح نكلم البنات دي، مش ناقصه تفاهه بقى. انا نفسي عشان كده والله عملت المحتوى، وانا لا هاممني فلوس. انا يعني اهو عايز اقول لكم الحمد لله، الحمد لله الواحد في البيزنس بتاعه بيكبر، وكل سنه بيكبر على السنه اللي قبلها. ف والمحتوى ده اصلا ممكن ما يجيبليش فلوس يعني الا بعد ايه 3 4 سنين اكون يعني معلش ممكن من الجوع، ولا وانا ناوي ان شاء الله يعني ممكن يحصل جواز قريب ما اعرفش. لسه ما شفتش حد، بس قصدي يعني ايه الفكره موجوده. يا عم ممكن اكبر البيت، يعني اكيد الواحد عايز يصرف مصاريف، فهو مش ده يعني اللي هيخلي الواحد يعيش. بس زي ما قلت لكم انا في حاجات كتير قوي نفسي تتغير في المجتمع، ويمكن هي دي الطريقه الوحيده اللي الواحد يقدر يتكلم بيها. يعني كان نفسي يبقى عندي سلطه جدا، انا بالنسبه لي السلطه احسن من الشرطه، مش شرطه مش شهره. يعني انا بالنسبه لي اني يبقى عندي ان شاء الله يا رب ابقى رئيس الجمهوريه، وانا نفسي ابقى امسك الكره الارضيه كلها. والله العظيم انا دايما بقعد اقول كده، بس ما فيش طبعا حاجه اسمها ملك على الارض كلها. فعلى الاقل يبقى رئيس البلد اللي انا فيها، واغير بقى شويه حاجات للاحسن. يعني اولا امنع السجاير تماما، يعني حرمها دوليا. والله يعني مش عارف، في ناس طبعا تبقى ناس كتير بتبقى بتشرب سجاير، وناس مش عاجبها الكلام ولا كده، بس يعني قصدي على الاقل اللي يعني اللي يشرب السيجاره ما يبقاش في اماكن عامه. يعني اعمل لك كابينه تخش فيها تشرب سيجارتك وتضر نفسك، ما تخنقناش معاك. يا اما لو ينفع امنعها خلاص كنت منعتها. بس هو للاسف طبعا ما فيش في وقتنا ده، ما ينفعش تمنع، يعني ما اعرفش بقى ليه، مع انها حاجه حرام. بس طبعا مثلا حاجه زي الخمور في الفنادق امنعها تماما. حاجه زي مثلا الكباريهات، القرف اللي مش عارف الدوله الاسلاميه ليه مش عارف الحاجات دي موجوده ليه. لا السياحه، حتى لو السياحه يا عم، يعني امن السياحه منشط يعني نكسب فلوس هتبقى حرام، وتقول لي انا منشط السياحه، سياحه ايه؟ ما انت ممكن تعمل يا عم سياحه عادي. حاجات زي كده هوت عندنا الحمد لله اجمل مناظر طبيعيه، وعندنا حاجات ثانيه حلوه ممكن نعمل الناس سياحه. لازم يعني الكباريهات والرقص والتكنو والمش عارف والخمور والحاجات المقرفه دي. يعني دوله اسلاميه، فيعني المفروض الحاجات دي الواحد ما يتكلمش فيها اصلا، بس هو خلاص ما عادش حد اصلا بقى بيتكلم ولا بياخد باله من الحاجات دي. فانا يمكن انا اللي عايش في ايه، في كوكب لوحدي. والله العظيم انا في ناس كتير بتقعد تقول لي ايه يا عم انت عايش فين؟ انت عايش في الستينات؟ حتى الستينات والله ما كانش فيها كده، ده حتى كانوا كلهم بيلبسوا ده، يعني بيلبسوا طرح مش لاقي لابسه بتاع لحد هنا. فما اعرفش بقى، يمكن احنا الدوله عايزه فتح اسلامي جديد. وبص اي ممكن يجي في دماغ حد غبي والله العظيم مخه تخين اغبى بني ادم. يا رب لو جه في دماغ حد منكم كده ما عادش يشوف الفيديوهات بتاعتي يطلع منها غبي. ده يا اسطى انت متشدد، او انت اخوان مثلا او الحاجات دي ويبلغ عننا والشغل ده. يا عم احنا مسلمين، لا تقعد بقى تسمي واحد ده اخوان، واحد ده سلفي، واحد ده كده. في حاجات بتبقى صح وغلط، وفي حاجات حلال وحرام، وكل حاجه لازم تبقى في ديننا. يعني انا بتكلم بالدين، ما انا هكلمكم بايه؟ يعني مش فاهم بجد لما الواحد يجي يتكلم اكلمكم بايه؟ انا والله ما اعرف. انا الناس اللي بتقعد تقول لك دخل الدين، ما دخل يا تهبل، هو الدين في كل حاجه. اخرجه انا ازاي؟ يبقى انت عايز تخرجه خرجه، اخرج انت بره اخرج، لكن يعني ايه ما دخلش الدين في كل حاجه؟ ايه العبث ده؟ فالواحد لا، احنا انت مسلم ماشي على القران والسنه، واللي بتقدر تعمله صح بتعمله، واللي تجتنبه من نواهي تجتنبه، وبتقع طبعا وبتعمل عشان انت انسان. وعلى فكره كلنا خطائين، وانا خطاء وليا غلطات كثيره وذنوب كثيره، بس الحمد لله ربنا يسترنا ويغفر لنا ويتوب علينا. اي حاجه غلط الواحد بيعملها ما عادش يعملها. فانت يا غبي اللي قعدت تقول انا جاي في بالك مثلا فكره اخوان ولا الكلام ده، طبعا اطلع يلا بره، اطلع بره الفيديو مش ناقص. ابقى انا بدفع وبمول الفيديوهات دي عشان توصل للناس تفيدها وتوصل لاحمر زي ده مثلا لا يعني. على فكره الناس زي كده بشتمها عادي جدا، اصل بجد والله العظيم مش عارف اقول ايه بقى. في ناس كده بتبقى سبحان الله غباء فطري، اللي هو لازم يقوم ايه يحكم على اللي قدامه. ده انت يا اسطى انت مش عارف ارهابي، لا انت متشدد ليه كده انت يا جدعان بقى. فانا لا عايز شهره ولا بحبها والله العظيم، بس انا اعمل ايه غصب عني؟ ولو الواحد بقى عنده سلطه وكده في معاه بعيدا عن الشهره يا ريت حاجات، بس اقدر. بس انا مش عايز اجبر برضو الناس على حاجات. بس يعني في حاجات اللي هو مثلا لما هم منع مثلا شرب السجاير في الاماكن العامه، ما ضرتش حد ولا اجبرت حد على حاجه، بالعكس ده انا الانسان اللي مش مدخن استفاد، لان انا واحد زيي انا ما بكرهش في حياتي قد الدخان وريحته بكل اشكاله وانواعه. فليه ابقى انا مثلا في مكان جميل زي ده دلوقتي عشان فاضي؟ لكن والله العظيم لو في مثلا ترابيزه واحده على الاقل ممكن يبقى عليها اثنين بيدخنوا ويقرفوني، ابقى انا جاي هنا اشم شويه هواء نظيف، وبعدين تيجي انت اقعد التدخين السلبي بتاعك. ولو انت بتعمل كده يعني ارجوك راعي الناس. عايز تشرب السيجاره بتاعتك يا عم اشربها بعيد،
يعني على الاقل خد اولا ده مجرب المعصيه ماشي، ولو حد لقاك بقى مثلا كاريزما وانت بتشرب سيجاره روح شربها، كل سيجاره هيشربها انت هتحاسب عليها. فده جهر بالمعصيه، وثانيا انت بتضر الناس، فيعني خدت ذنوبك وذنوب غيرك وجهرت بالمعصيه. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كل امتي معافى الا المجاهرون، يعني كلنا معرضون ان شاء الله للشفاعه. الرسول عليه الصلاه والسلام هيشفع لنا الا الناس اللي بتجاهر بالمعاصي، يطلع يقول لك ده انا بعمل ويمشي يفتخر بحاجات زي كده. فاعتقد ان السجاير دي من الحاجات من المجاهره بالمعصيه. تصور بالسيجاره وتعمل كده، مش عارف عامل فيها توماس شيلبي الشغل ده يا جدعان والنبي نعل ونكبر. انا مش عارف احنا الجيل بتاعنا بعمل كده ليه؟ يعني اللي كان بيعمل حاجه زي كده زمان يعني كان بيشربها في الحمام وهو مكسوف من نفسه، اللي هو ده انا بشرب سجاير وكده، ده ابويا لو عرف هيموتني. دلوقتي كله قاعد ماشي لي بالفيب عمال شبه الببرونه ماشي يرضع منها. والله ممكن يبقى شباب كتير منكم بيشوف الكلام ده، وبالنسبه لي على فكره اتضايقوا عادي، واللي برضه يخرج من الفيديو مش هاممني. لكن لو في انسان منكم هيتعلم الحاجات دي عايز تعملها اعملها في السر، خد جنب اعملها في مكان لوحدك، لكن ما تبقاش ماشي عمال تخنق الناس وتقرفنا معاك. بس فهو ده والله اللي خلاني بدات المحتوى، وقلت بحاول اصور لكم يعني لما وانا بقول لكم الحاجات اللي تستفيدوا منها دي، اوريكم برضو اماكن حلوه تتفرجوا عليها، لان ناس كتير منها برضو بيبقى وانا منهم بشوف حاجات حلوه قوي بتبقى مثلا على الفيديوهات انستا مش عارف فلوجات كلام من ده، وبعدين بتبقى اماكن حلوه قوي الواحد بيبقى عايز يروحها، وبعدين بحس انها لا صعب ان انا اروح، لا ده لازم الواحد يبقى غني، ده لازم الواحد يبقى مش عارف ايه. لكن مكان زي ده زي ما قلت لكم دخوله 40 جنيه، انا قاعد بالخيمه بالليله الحوار ده كله ب 40 جنيه والله العظيم، رفعت ال 40 جنيه. والراجل دلوقتي قال لي انا اخش انام لو عايز اي حاجه. صحيح تاني اهل الفيوم بجد انا مش عارف طيبين جدا وكرمه جدا يعني. حتى والله العظيم في مطعم السمك من شويه الولد بتاع 10 مرات مثلا اللي شغال هناك يقول لي عايز حاجه يا عمده، طب تؤمر بحاجه، طب انزل لك حاجه ثانيه، طب مش عارف ايه. الناس لما بتعرف ان احنا مش هنا مش من هنا بتلاقي سبحان الله ناس كريمه قوي. والناس دي على فكره دول بقى لو انت ناوي تساعد او تتصدق او كده، الناس هي دي اللي تستحق فعلا المساعده. الولد الويتر مش عارف حد بيعمل سيرفيس او كده، يعني هم دي الناس اللي محتاجه المساعده، وتديها له بينك وبينه ما تحرجوش، ده له وامشي يعني. ما تبقاش مثلا قبل ما تقعد خليها وانت ماشي احسن، وفي السر بينك وبينه، لكن علشان ما تحرجوش قدام مثلا الاستاف او كده. ومنها برضو يبقى يعني ايه حاجه صدقه بينك وبين ربنا في السر يعني. بس ما فيش حاجه ثانيه اقولها. انا ممكن اخش امدد شويه كده هنا في الخيمه ونستمتع بالجو الجميل ده. والساعه 7 كده والله لو جالي نوم هنام ساعتين لحد الساعه 7 اقوم افطر هنا عندهم، لان يعني بجد راجل جميل. وبعدين بقى ممكن الم الحاجه وارجع تاني الاوتيل اخد شاور وكده واكمل نوم هناك. ونشوف بقى بكره ان شاء الله ناوي اروح وادي الحيتان. شفت برضه الصور بتاعته جميله جدا. هو طبعا وادي الحيتان كان تبع يونسكو من 2005. هو اصلا كان محيط وبعدين جف، فانت ماشي بتشوف بقى حفريات بتاعت حيتان وبتاعت اسماك وحاجات من كده بجد. وهناك السماء تبقى انت شايف بقى زي المجره كده وشايف النجوم، حاجات جميله جدا. الاماكن دي مش عارف يعني الواحد والله قبل ما انا كنت ناوي اصلا السفريه دي، انا كنت مسافر بره مصر، طلعت الباسبور وخدت تصريح السفر وكده لان انا لسه ما خلصتش جيش. وكنت ناوي اسافر بره مصر، وبعدين قمت قايل لا ده مصر لسه فيها اماكن حلوه قوي. انا رحت طبعا سينا كتير، الفيوم انا اول مره اجيها كده، ما رحتش الا وادي الريان والشلات والحاجات دي اللي هي اللي مشهوره قوي، لكن في اماكن حلوه قوي في البلد الواحد ما بيشوفهاش. يعني مرسى علم دي اقسم بالله بجمال المالديف وبالي والاماكن دي كلها واجمل منها كمان. وعندنا كمان الساحل كله، مرسى مطروح بالساحل الشمالي بكل بالعلمين وكده. الحاجات دي جميله جدا ومش غاليه، مش كلها غاليه يعني. مش لازم بقى اللي هو نروح الساحل اللي هو بتاع الناس بتكام كده وبتقعد تعمل كده، لا الهبل ده اصلا. يعني انا رحت الساحل مره بس ما رحتش بيقولوا عليه شرير وطيب، بس عامه ما رحتش العك اللي هناك ده. رحت عادي شفت البحر، الميه الفيروزيه الجميله، قعدنا على شط، قعدنا في قريه عادي بتاعت ناس عاديين بيشتروا ميه يعني ماشي سياحي، بس السياحه تبقى مثلا ب 25 جنيه 30 جنيه ومضربها الدم. لكن ما بقاش انا رايح اجيب ازازه ميه ادفع فيها 200 جنيه عشان انا ولا الشغل ده. لا ما انا ما بحبش اصلا الواحد يعمل فيها يعني. والنبي خلي كله يعني ايه، خليك حقيقي ما نقعدش بقى نهزر كده بقى ده انا كنت هناك الشغل ده. بجد والله العظيم الناس دي بتقفلني والناس دي يعني انتوا ضدان يعني. اقول لكم ايه مش عارف والله العظيم يعني. وعارفين انتوا ضدان وفاضيين من جوه، فبتقعدوا تعملوا فيها كده يعني احنا ايه، لان انت ما عندكش شخصيه ولا انت حاجه، فبتيجي تعمل الحاجات دي عشان تبين من فلوسي بقى انا بقيت حاجه. مع ان والله صدقني الفلوس ما عملتش منك، انت خاوي جدا من جوه، انت فاضي. راح اتعلم لك كلمتين ينفعوك فعلا
بدل ما تعوج لي لسانك وتعمل لي فيها اجنبي وانت كده يعني شيك عشان انت بتتكلم انجليزي، او عاوجها يعني وعامل العربيه البورش بتاعت بابي والشغل اللي ده. بس لكن الواحد يستمتع ببقيه يعني بجد البلد فيها حاجات حلوه، وفيها في حتت فيها ناس طيبين قوي، يعني اهل سينا برضو طيبين، اللي هم الناس نفسها بعيدا طبعا عن واحنا داخلين سينا بنقابل حاجات مش الطف حاجه، لكن جوه سينا نفسها معظمها ناسها طيبين وكرماء برضه. لكن في يوم هنا اللي بجد انا ما يعني انا قلت خلاص بقى ما عادش في ناس طيبه كده من زمان. اخر حاجه انا كنت رحتها كانت في الوادي الجديد، برضه بتوع الوادي الجديد ما عدا واحد، في راجل لو عارف نفسه في الوادي الجديد اقسم بالله العظيم هيجي يوم هوصل لك. وهاجي اقول لك لان ده كان خطيب مسجد، بس سبحان الله يعني عارف انت من بره حاجه ومن جوه حاجه. الراجل ده بجد اسوأ، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، الواحد مش هيتكلم بقى فيه، بس هيجي يوم وهروح اتكلم معاه في اللي هو عمله. وصدقني طالما قلت دي حاجه زي كده هتحصل، يبقى ان شاء الله بامر الله هتحصل. يعني الواحد هيعمل لحد ما لان دي ما اتنستش، وانت راجل دين المفروض، فحاجه زي كده المفروض تاخد بالك منها. فيما عدا ذلك اهل الوادي الجديد طيبين جدا وناس كريمه. كنت يعني واحنا هناك برضه كنت طالع تبع الوزاره وكده. فطبعا بيبقى في رحلات كتير، يعني بنسى الاماكن اللي والله اسماء الاماكن اللي بروح. فرحنا زي قريه كده هناك، متصور انا حتى فيها صور على الانستا. ناس جميله قوي كرمه قوي. بعدين كان في فرح هناك، الافراح يمكن في القريه دي او يمكن في الوادي الجديد كله او يمكن في معظم القرى بتبقى كده، اللي هو بيبقى لازم بقى بيعملوا اكل كتير. وعلى فكره ده مش حرام لما تعمل اكل كتير وبتعزم ناس عليه وبتاكل، لا ده بالعكس، ده انت كده يعني احسن كتير من الحاجات اللي هي الثانيه دي. هو المفروض اصلا الافراح تبقى كده ماشي، تعزم الناس تاكلهم وكده، بس ما يبقاش فيه بذخ. اهم حاجه ما يترماش اكل يعني. لكن طالما الناس بتاكل وكده، لا يا عم عامل ان شاء الله يا رب تذبح لك 500 خروف ولا 500 بقره، طالما في ناس قرايبك او ناس غلابه بياكلوا خلاص، يبقى انت ما عملتش حاجه غلط. فكان في فرح وكده، وبرضه حلفوا علينا على الاتوبيس كله. احنا كنا الاتوبيس مثلا حاجه و50 واحد، هنتغدى، ومسكوا فينا فعلا لحد ما نزلنا اتغدينا. وكانوا عاملين لحمه وحاجات زي كده، بس انا مش باكل لحمه قوي. فبس كان في برضه يعني ايه اللي هو الواحد بس علشان يبقى ما احرجهمش، وقعدنا اكلنا والله وما سابوناش فعلا لما اكلوا الاتوبيس كله 50 واحد زي ما بقول لكم. فناس كريمه قوي. فمصر فيها اولا ناس طيبه جدا، وفيها اماكن حلوه قوي، فالواحد يسافرها ويشوف الحاجات دي. وبعدين نبقى نطلع بقى بره مصر نشوف. انا كنت رايح المالديف خلاص وحاجات، لان المالديف طبعا مش عايزه فيزا ولا عايزه كده، كل ما في الامر تصريح السفر. لو انت بتخلص الجيش برضه هتاخد تصريح عادي سهل جدا من الجيش. او لو انت بتدرس. انا مأجل الجيش، بقول لكم انا عمل طريقه كده مأجل بيها الجيش، هي مش الحاجه الجديده، بس انا لان عشان كان الشغل بتاعي وكده، فاجلته لحد دلوقتي كده 4 سنين تقريبا. 4 سنين علشان الشغل بتاعي وكده. فطول ما انت معاك اللي هو التأجيل وكده ممكن تسافر عادي. طبعا مش هتسافر شغل ولا كده، تسافر سياحه يعني. ممكن تطلع تعمل عمره او تحج او كده، او ممكن تطلع تشوف اماكن بره يعني سياحه. فالواحد يشوف بس يعني نلف مصر الاول، نشوف الاماكن الحلوه اللي فيها، وبعدين نبقى نطلع بره مصر. وبس هو ده اللي خلاني بقى اعمل فيديوهات، وان شاء الله يعني اوصل للهدف بتاعي، واقدر اوصل لاكتر ناس ممكنه واغير فيكم للاحسن.